على محمد وآل محمد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم البيان: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العلي العظيم. أخواننا الكرام الجنابين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول إن القدر هو علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء وبكل ما يقع للخلائق من الخير والشر، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ ولا علم لأحد به. كما نقول أن الإيمان بالقضاء والقدر هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع في هذا الكون وهذه الحياة فبالتأكيد هو بعلم الله سبحانه وتعالى وبقضائه وبمشيئته، ولا يخرج شيء عن إرادته، حيث قال يعسوب الدين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عندما سئل عن القدر قال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه. صدق الإمام. أخواننا الكرام، اليوم حوادث القضاء والقدر بالتأكيد يحدث في مجتمعنا كثيرا وعلى مدار الساعة، وبنفس الوقت مثل ما يقولون طين خاوة يفترن على كل الرؤوس وما عليه الزعل. واليوم خواننا الجنابين معازيم باكر خطاب، لذا نعزيكم بهذا المصاب الكبير، ونسأل الباري عز وجل أن يتغمد فقيدكم برحمته الواسعة وأن يكون مأواه الجنة إن شاء الله. نقول خسارتكم كبيرة لا تعوضها الدنانير ولا النوب، ولكنها إرادة الله سبحانه وتعالى، وليس لنا سوى الرضا والقبول بما كتب، والقول لله ما أعطى ولله ما أخذ. فنحن عبيد إحسان فنحن عبيد امتحان ولسنا عبيد إحسان. أخواننا الكرام، اليوم بالتأكيد من واجبنا جميعا كعشائر التسامح، وخصوصا في حوادث القضاء والقدر، لأنها بأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك لما نمتلكه من علاقات تاريخية وروابط متماسكة بين عشائرنا الكريمة، فبالتأكيد راح يكون التسامح والمروءة أساسا للتعامل فيما بيننا، واستمرارا لسناين القضاء المحمودية، سناين التسامح، سناين المعروفة التي وضعتها عشائر المحمودية الكريمة، حيث جعلت الطيب والكرم والمعروف صفة بارزة لتلك الديار. لذلك اليوم خواننا خزرج مسبوقين بخالنا الشيخ قيس جاسم القيس، شيخ عام خزرج، ناقلين كل هذه الأجاويد: أعمدة القوم، رايات الإصلاح، مفاتيح الخير، من كل العشائر متوجين بالسادة الأسوة الحسنة والنسل المبارك، وهم يحملون بالتأكيد الأسف والاعتذار الكبير عما حصل، وهم حاضرين لكل ما يطيب خواطر خواننا الجنابين ويرضيهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. خواننا الكرام، نسألكم الكرم والطيب والمعروف والمروءة، ونسألكم قبول الاعتذار، ويقولون ثلثين الدين المروة، وانتم ان شاء الله اهل ذلك. اليوم خواننا خزرج ناقلين كل هذه الأعمدة، أعمدة القوم من مختلف المحافظات، من محافظة ميسان ومحافظة بابل ومن صلاح الدين وبغداد، وبالتأكيد اليوم كل هذه القامات من جاية من هذه المحافظات. اليوم جايين الخطار على كل قضاء المحمودية وليس على خواننا الجنابين فقط، والواجب علينا احنا بالتأكيد كل عشائرنا إكرامهم. واليوم انتم خواننا ولد عقاب والله مشهود لكم بكرمكم وبطيبكم وبمعروفكم. وطبعا احب اذكر فقره للديوان حتى يسمعونها المنقولين، انه خواننا الجنابين اصلا ما مسوين دعوه بالقانون بهذا الموضوع، وهاي فقره بالتاكيد من كرمهم تحسب لخواننا الجنابين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.